لما الراجل شيطانه يوزه على اخت مراته تبقى قلة ادب. اسمعوا القصة دي. مشكلة، انا مش عارفة اتصرف ازاي. زهقت دلوقتي، اختي متجوزة وجوزها بيضايقها بيا، يفضل يرن عليا قدامها ويفضل يقول لي يا قلبي يا قمر يا عسل. انا نفسي بتضايق من القرف ده. بفضل اقول له يا راجل ده انت زي اخويا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وقدامها برضو معرفش ليه بيعمل كده، قصدها يعني بيغازلها قدامها. ويقول لها يا غيارة، يقول لمراته يا غيارة وهو بيكلمني. انا مش عارفة اشوف ده هزار ولا جد، بس مش برضى ارد عليه خالص. بيرن على موبايل امي ويقول لي عاوز يكلمني، ويقول عاوز يكلمني يعني. ولو ما ردتش، وده مش كتير طبعا، بس ده موقف زبالة بتحط فيه. ولما ما ردتش عليه اختي زعقت لي وقالت لي انا اللي كنت بتصل بيكي، كنت عايزاكي في موضوع. دلوقتي اختي كل ما بتيجي البيت عندنا بتفضل تضايقني بكلامها ومش طايقاني. والله حقها. بتيجي البيت وتضايقني بكلامها ومش طايقاني. لما بتكلم مع حد او امي او اخواتي بحسها عاوزه تاكلني ومش مستحملاني خالص. انا حاليا بقيت ببعد عنها لانها بتقل مني قدام مرات اخويا. بجد زهقت ومش عارفه ايه الحل. هو ايه اللي مش عارفه ايه الحل؟ ايه يعني هو للدرجه دي يعني؟ ايه؟ انتي متضايقه؟ هو يعني انا هاخد كلامك صح ان انتي متضايقه. اصلك لو انتي متضايقه انتي مش هتسالي ايه الحل نهائي. هو لما يقف يغازلك تقفي تحرجيه وتحرقي دمه وتقولي له لا وما تكلمنيش كده، وانا اسمي فلانه وبس، وكلام معايا اصلا ما تتكلمش، وتحطي قدامهم كلهم رقمه على البلوك. تمام. هيزعل ما يزعل، انت خايف على زعله ياما ولا خايف على زعل اختك اللي كده كده زعلانه منك؟ مش فاهم. انت بتسالي على ايه؟ اختك كده كده زعلان، انت خايف على زعله ولا خايف على مشاعره ولا ايه؟ لا. يعني دي مشكله اصلا. متهيألي مش محتاج، هو ملاش حلين، هو حل واحد. واحد بيضايقك، بيعمل مشاكل، هيفرق بينك وبين اختك، بيعمل حاجات المفروض حضرتك بتقول انها بتضايقك. طب هو بتضايقك، اقفي قولي ده بيضايقني وما تعملش كده وما تتكلمش معايا وقاطعيه. خايفه من ايه؟ خايفه زي ما انت بتقولي انا خايفه. انا ما برضاش ارد عليه. ليه يا ماما ما بترديش ترد عليه؟ وطالما زعلانه ليه ما بترديش؟ طب هو ده الحل هتعمليه؟ ادي الحل. ويا جماعه لو حد ليه رأي يحطه لها في تعليق. خلي بالكم يا جماعه بتقرا التعليقات، يعني اي حد بيبعت مشكله لو سمحتوا بيقرا التعليقات. فنرد برضو بأدب وباحترام. واي حد عنده مشكله، اي حد عنده مشكله يكتبها لي تحت في الكومنت وانا هعمل عليها فيديو. ولو سمحتوا يا جماعه قدروا المجهود اللي بيتعمل في الفيديو. لايك وشير وحطوا كومنت لطيف كده. وشكرا.